السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة الكوكيز بمكونات بسيطة متوفرة عندنا في البيت، ان شاء الله تعملوه ويعجبكم. طبعا الكوكيز من الاكلات المحبوبة جدا للكبار وللصغيرين كمان، وطبعا ما ننساش نحطه في اللانش بوكس للاولاد، هيحبوه جدا. وينفع كمان للفطار مع كوباية لبن وكوباية شاي، جميل في كل حالاته. هقول لكم على طريقته وبدايل كمان، وطريقة التسوية بتاعته لو انا عايزاه مقرمش، واللون بتاعه القمر ده طالع ازاي. كل حاجة ان شاء الله هنقولها بالتفصيل. والاسهل منه ان الكوكيز اصلا مكوناته بسيطة ومش بيحتاج اي وقت ولا تخمير ولا اي حاجة خالص. يلا بينا نعمله ونشوف المكونات ويا رب يعجبكم. اول حاجة معايا جبت نص كوباية من السكر، حطيت عليها معلقة كبيرة من العسل الاسود، هقلبهم كويس مع بعض. كده اصبح عندي سكر بني. طبعا الكوكيز بيتعمل بالسكر البني، بس مفيش اي مشكلة خالص لو مش عندك سكر بني، احنا عملناه في البيت. جبت عندي بولة، حطيت فيها نص كوباية السكر، بعد كده هنزل عليها بنص كوباية من الزبدة. ويا سلام كمان لو الزبدة دي بقى زبدة بلدي، هتودي الكوكيز في حتة تانية خالص زي الزبدة بتاعتي كده. حطيت اهو نص كوباية من الزبدة، عليها ربع كوباية من الزيت. وهقول لكم على حاجة مهمة، يا ريت السكر يكون سكر ناعم. لو مش عندك سكر ناعم ممكن تطحني شوية في الكبة ينعم شوية معاكي، وبعد كده تحطي له معلقة العسل الاسود. لازم السكر يكون ناعم يا جماعة علشان يدوب معايا في الكوكيز ويستوي مع الكوكيز، لازم يبقى السكر ناعم، لازم السكر يكون ناعم. طبعا انا لما اجي بعمل لكم الوصفة بكون مجرباها قبل كده. انا في مرة عملته بسكر خشن وما استواش معايا وكان بيقرمش معايا في الكوكيز. هنرجع تاني للكوكيز بتاعنا. بعد ما ضربت الزيت والزبدة والسكر مع بعض كويس جدا، حطيت حبة بيضة وعليها كيس فانيليا، وهضربهم كويس مع بعض لحد ما الخليط كله يندمج مع بعضه والبيض يختفي تماما. واهم حاجة ان السكر بتاعي يدوب مع الخليط. هنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني على حسب الدقيق بيحتاج سوائل كتيرة ولا لأ. انا بالظبط اخد معايا كوبايتين دقيق، حطيت عليهم ذرة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلبهم كويس جدا بالمعلقة. في الخطوة ديت بقى انا هستغنى عن المضرب، والمعلقة هتكون اسهل من المضرب او سباتيولا المتوفر عندك قلبي بيه. هبدأ ان انا اقلبهم جدا لحد ما خلاص احس ان الدقيق خلاص اختفى من العجينة، وبقى ملمسها اللي هو ازاي المعلقة عندي ما عادش فيها عجين، يعني العجين ساب المعلقة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين العجين بدأ يسيب مني المعلقة ازاي؟ ايوه بالمنظر ده. انا عاوزة خلاص المرحلة ديت. هبدأ بقى ان انا احط عليهم ربع كوباية من شوكليت شيبس. بصراحة انا ما كانش عندي الا شوية صغيرين، حطيت ربع كوباية وسبت شوية للتزيين في الاخر. لو انت عندك شوكليت شيبس طبعا حطي نص كوباية وما تقلقيش خالص. هبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا، وبعد كده هسيب العجينة ترتاح شوية في التلاجة. احنا طبعا في الصيف والعجينة فيها زبدة وفيها زيت، لازم نسيبها ترتاح شوية في التلاجة. ولو انت مستعجلة حطيها ربع ساعة او 10 دقايق في الفريزر، عشان لما تيجي تشكل العجينة ما تسحش منك
وتعرفي ان انتي تشكليها. انا حطيت العجينة بتاعتي في الفريزر 10 دقايق، ولما طلعت بقت عندي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تشكيلها سهل جدا والعجينة ماهيش سايحة مني. مفيش اسهل من تشكيل الكوكيز بقى، ولا مردانة ولا اي حاجة والتشكيل خالص. سهل بايدك جدا. بكفة ايد واحدة كمان تقدروا ان انتي تشكليه، او بمعلقة. مفيش اسهل منه. الكوكيز اصلا مفيش اسهل منه يا جماعة، لا بيحتاج خميرة ولا عجن ولا خبز ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. مكوناته بسيطة جدا وبيتعمل في اقل وقت. هبدأ ان انا اشكل عندي الكمية وهرصهم في صينية ألمونيوم. بصراحة انا بحب تسوية الألمونيوم، مفيش احسن منها، بتسوي لي الحاجة من جميع الجوانب. ونراعي ان احنا نسيب مسافة بين كل قطعة كوكيز والتانية، لازم نسيب مسافة كبيرة، لان الكوكيز لما بيدخل الفرن بيفرش شوية معايا في التسوية وبيزيد حجمه، فلازم نسيب مسافة كبيرة عشان ما يلزقش في بعض. لما اخلص الكمية كلها هبدأ ان انا ازينه في الاخر بقطع من الشوكليت شيبس. لو مش متوفر عندك الشوكليت شيبس، ممكن لو عندك اي شوكولاتة دارك، او حتى شوكولاتة اللي احنا بنجيبها في العيد اللي هي السادة ديت، ممكن تقطعيها قطع صغيرة وتزيني بيها وش الكوكيز، وتحسسي الاولاد ان هما بياكلوا كوكيز بشوكولاتة. مش لازم خالص ان انت تغرمي روحك وتجيبي مكونات جامدة او كده. اي حاجة متوفرة عندك اعمليها. التسوية هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. هحط الصينية على الرف الأوسط. الكوكيز بياخد من 10 ل15 دقيقة. أول ما الكوكيز يطلع من الفرن هحس ان هو طري، ما تقلقيش. أول ما يبرد تماما هينشف والسخونية هتروح منه وهتلاقيه ناشف معاكي ومقرمش. الكوكيز ليه تسويتين، تسوية اللي هي بتكون مقرمش من برا وطري من جوه، اما التسوية التانية بتكون مقرمشة من برا ومقرمشة من جوه. التسوية ديت اللي انا بشاور عليها دي مقرمشة من برا وطرية من جوه. لو انا مش عايزة التسوية ديت هطلعها من الفرن وهسيبها تبرد تماما خالص، وبعد كده هدخل الصينية تاني الفرن 5 دقايق بالظبط وهطلعها، هتكون معايا بالشكل ده. دي بقى التسوية التانية اللي هي مقرمش من جوه ومقرمش من بره. حبيت الكوكيز عاملة ازاي؟ انا طلعته وحطيته هنا على شبكة علشان يبرد تماما، لان زي ما قلت لكم لما بطلعه من الفرن بيبقى طري معايا، فاحنا لازم نسيبه يبرد تماما ويكون مقرمش معانا. انا هنا بخبط عليها وبقول لكم ان هو ازاي مقرمش وخلاص باردة وجميلة معايا ومقرمشة. هفتح واحدة معاكم ونشوفها عاملة ازاي. طبعا لونها جميل بسبب معلقة العسل الاسود. الكوكيز مفيش احسن منه ولازم تجربوه يا جماعة، بجد خطير وطعمه تحفة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة. مع السلامة.